ايه الاخبار؟ يا رب كله بخير. النهارده هنتكلم عن كذا حاجه قبل ما تشتري مضرب تنس، تكون بس فاهم. الفيديو ده هيكون موجه لاولياء الامور. طبعا الكوتشز لما يقول لولي امر انا عايز مضرب اوريجينال ويلسون، وزن 260 مقاس 27، جريب 3 مثلا يعني. آه طيب الكوتش فاهم ايه ومش فاهم ايه، او ممكن يدينا انفورميشن ناخدها منه، ده اللي نعرفها، ويعني ده اللي تيجي بالظبط، وانفورميشن تانية ممكن نتناقش فيها. اول حاجة انا حابب اتكلم عنها هي المضرب اوريجينال. يعني ايه اصلا مضرب اوريجينال؟ الكوتشز هنا في مصر فاهمين ان المضرب الاوريجينال ده هو الجرافايت، واي ماتيريال تاني لا ده مش اوريجينال. طيب احنا عندنا ثلاث انواع ماتيريال، الثلاثه دول في منهم الاوريجينال في منهم الكوبي، بس برضو التلاتة في اوريجينال. احنا عندنا عامة كله اوريجينال. عندنا الالومنيوم ده المبتدئين اسعاره بتبتدي من 2400. عندنا الكومبوزايت ده ميكس بين الجرافايت والالومنيوم، ده اللي انا بفضله، انا شخصيا بفضله المبتدئين، ده سعره 3900، بيبتدي من 3900. وعندنا الجرافايت ده اعلى حاجة، ولو مستوى ابن حضرتك او بنت حضرتك بتلعب تورنمنت او المستوى محترف او بروفيشنال، لا ده لازم اضرب جرافيت عشان بس ما تستهلكش فلوس كتير، انت كل شويه تجيب وتغير. الكومبوزايت مش هينفع معاها، والالومنيوم طبعا مش هينفع. كل ليفل ليه المضرب بتاعه. فاحنا الكوتشز مثلا بتيجي تقول الديتيلز اللي انا قلت لحضراتكم. طيب الكوتش بيكون يقدر يحدد الجريب، مقاس الجريب والوزن. البراند ممكن يحدده، بس مش شرط، لان انا مثلا هنا في مصر يعني كذا حد جه يتكلم معانا او طلب مننا عدد كبير، احنا عايزين مضرب بابولا بيور درايف 260 او بابولا عموما 260. لما بنيجي نتكلم ان لا، البابولا ال 260 مفيش جرافايت 260، في كومبوزايت اللي هو الايفو، ايفو درايف مثلا او ايفو ايرو. الناس لا يعني ده انا شايف مضرب 260 جرافايت مع بنت عندنا في النادي. طيب ممكن يكون جاي من بره، لان مش كل الاوزان بتيجي هنا. الحاجات المعينه هي اللي بتيجي هنا، اللي بتتباع، اللي هم الشركه عارفه ان هي بتتباع. انا اكيد انا تاجر، انا في الاول وفي الاخر تاجر، انا مش هجيب بضاعه برقم عشان اركنها عندي وما تتباعش، لمجرد ان انا بوفر الاوزان والموديلات والمقاسات كلها. فبالتالي الكوتش ان هو بيقدر يحدد المعلومات اللي احنا ناخدها كوبي بيست من الكوتش، هو الجراب والوزن. طيب والمقاس، طبعا مقاس الراكت، بس طبعا برضو المقاس متحدد على حسب الوزن يعني. ده نقطة الماتيريال ونقطة المضرب الاوريجينال. يعني ايه مضرب اوريجينال؟ هنا في مصر زي ما قلت لحضرتك الكوتش بيقول ان المضرب الجرافايت هو اوريجينال، بس اي مضرب تاني مش اوريجينال، لا مفيش الكلام ده. طيب عموما اسعار المضارب اليوزد ايه بدايه من ايه الكلام ده كله. يعني المضارب اليوزد هنا على حسب حالتها بتبتدي تقريبا 5 5 ونص، دي الستارت في الوضع الحالي. معانا لحد 9 9 ونص، 10 بالكتير قوي، بس اي ثينك ان الليميت او الماكسيمم بيبقى 9. مفيش حاجه بتعدي كده، لان انا اوريدي الجديد بوفره بالاسعار دي، فما اعتقدش ان حد هيحط الكلام ده، يعني هيحط الرقم ده في مضرب يوزد. احنا عندنا مضرب يوزد مجرد ان انا شلت السترنج او ركبت له سترنج، والمضرب حتى لسه متغلف، اللي على الجراب البلاستيك اللي على الجراب متغلف، المضرب ده خلاص بقى يوزد. يعني انا هبيعه ازاي جديد وهو اتعمل له كاستمايز جريب او سوري السترنج. فانا لما بقول لحد بيطلب مننا اوردر، احنا عندنا دفع عند الاستلام ما عدا ان يتركب المضرب سترينج، ده لازم الفول بيمنت يدفع، المبلغ كله بيدفع. مش لعدم ثقتنا في حالكم، بس المضرب خلاص كده، انا لو البيعه دي ما تمتش، انا خلاص المضرب كده خسرته، وبالتالي هبيعه بثمن قليل. ما ينفعش مثلا يكون حد جاي ياخد مني مضرب جديد واقول له طب عندنا مضرب الجديد وهركب لك سترنج مجانا عشان اطلع ده. يعني مش حلوه، ما فيش تراست، ده مش مصداقيه. فبالتالي اسعار المضارب اليوزد كده. في مضارب جديده قريبه من البادجت دي، فانا لما بيجي حد يقول لي مثلا انا عايز مضرب يوزد، ماشي البادجت بتاعتك كام؟ مثلا 7. طيب وزن كام؟ لو اقل من 300، طيب احنا عندنا موجود عندنا ثلاث اوزان في الويلسون بيرن، 260 280 300. الثلاثه دول بنفس السعر، 3 750 سوري 8 750. فالسعر قريب قوي من اليوز. فانا بنصحهم اللي هو لا، عايزين نعلي شويه البادجت، تعلى شويه، مقابل انت هتاخد مضرب جديد انت واثق فيه، المضرب الفيرست هاند زي ما بيقولوا.
لان عيوب برضو المضارب اليوزد فيها عيوب كتيره. من ضمن ممكن كراك مش باين، شرخ انت مش واخد بالك منه، طبعا لازم كوتش اللي يبان، وممكن كمان الكوتش ما ياخدش باله. البالانس بتاع المضرب كل ما بتستعمله بيقل، فبالتالي بتاثر على الضربات بتاعتك، بتاثر على على حاجات كتيره في الجيم عامه. وطبعا حوار المضارب الكوبي اللي موجوده منتشره كتير جدا. يعني المضرب الكوبي ممكن يتفرق بنسبه كبيره لما يكون جديد او لسه بكيسه وكل حاجته، بس لما بيكون كوبي نسبته بتقل. يعني مش اي حد هيقدر يفرق، لازم يكون حد بيلعب مثلا بالموديل ده بقاله مثلا يعني فتره، فعارف الويت، عارف الدايمنشنز بتاعت المضرب، عارف حاجات كتير. فانا لما باجي انصح حد بقول لهم طيب احنا الماكسيمم بادجت بتاعتنا كام؟ يعني قدر الامكان بحاول ان احنا نجيب جديد. لو ما جبناش جديد لا يعني بنكون في اليوزد قدر الامكان بحاول اظبطه. طيب احنا بنبيع يوزد في الاغلب لا، لان زي ما قلت لحضرتك حواراته كتير، انا مش هريسك السمعه بتاعتي في مضرب يوزد آه الا لو مضرب من اللعيبه بتاعتي انا، مضرب انا اللي جابه للعيب بتاعي، فبالتالي عايز يغير وزن، فانا المضرب انا ضامنه، انا اللي شاريه وانا اللي بايعه وانا ده كله. فلما باجي ابيع ببيع بالسعر الفير بتاعه، ببيع بحاجه انا واثق فيها. فملخصا للكلام ده كله عشان حضرتك تكون عارف، الكوتش بيرشح الوزن ده، الحاجات اللي انا اخدها منه كوبي بيست، خبط لزق زي ما بيقولوا، ما غيرش اي حاجه. وزن المضرب، مقاسه، الجريب، تمام. انما البراند او الموديل، الكوتش مش تاجر عشان يعرف ان الموديل ده فيه الوزن ده. طبعا مش كل الكوتشز كده، مش كل الناس كده، انا بتكلم عن الاغلبيه بصراحه بيكونوا يعني ما يعرفوش قوي الموديلات، ما يعرفوش مثلا ان ويلسون بليد ما فيهوش مثلا 260، ويلسون بليد مثلا 265. طيب عندنا الالترا مثلا ما فيهوش مثلا 250، وهكذا. فاحنا بالتالي معظم الحاجات اللي هناخدها من الكورس زي ما قلت لحضراتكم، الجراب، الوزن، المقاس. وطبعا في يعني في نقاش، لما حضرتك تيجي مثلا تقول لي الكوتش قال لي كذا كذا، هقول لحضراتكم طيب والله هو كذا كذا ده لا هيبقى كذا. يعني مثلا انا عايز مضرب 250 مقاس 27، فاجي مثلا ويلسون اجي اقول لحضرتك لا هو مش موجود 250 27، بس موجود في بابولا بيور درايف 255 جرام مقاس 27. جريب كام؟ جريب 1، جريب 2. طيب ده مناسب مع حضرتك؟ ما تقوليش لا الكوتش قال لي انا عايز كذا كذا، فتفكر ان احنا مثلا مش فاهمين او ما عندناش فبنحاول نوفر اللي عندنا. لا، احنا لما بنيجي نقول معلومه احنا بنقول فعلا معلومه تفيد الناس. يعني حتى معظم كلامنا يا جماعه ما تشتروش من عندنا، بس تكونوا فاهمين. بالتالي احنا عاملين الكونتنت ده عشان كده، اللي هو مش مجرد ان احنا بنفهم الناس السوق ماشي ازاي او كده. عشان ولي الامر المضارب دلوقتي بقت بارقام فلكيه، ارقام كبيره. يعني ان انا ولي امر ادفع في مضرب حتى لو يوزد 6 7000 جنيه، رقم ده مش حاجه سهله. فبالتالي تكون فاهم انت بتدفع في ايه، او بتكون فاهم انت بتشتري ايه، عشان انت تكون واثق الحاجه دي هتفيدك ولا لا. فاحنا دايما بنقول للناس انا مش مهم عندي انت تشتري من عندي ولا لا، على قد ما مهم ان الحاجه اللي هتشتريها تكون فعلا هتنفعك، تكون فعلا هتفيدك. لان مش دايما المضارب الغاليه هي الصح، مش دايما الكوتش بيقوله هو الصح، مش دايما اللي زميلك بيحبه هو الصح. كل حاجه، لان المضارب دي تفضيلات. المضارب دي انا مرتاح في المضرب ده، انا حابب المضرب ده، اسلوب اللعب بتاعي مناسب للمضرب ده. انا عندي مضرب سبين، عندي مضرب كنترول، عندي مضرب باور، عندي مضرب بيديني كنترول وسبين، عندي مضرب لا كنترول بس مع كور فلات مفيش سبين. حاجات كتير. فانت ستايل لعبك ايه؟ والله انا عايز مضرب باور، تمام، عندنا الالترا، عندنا بيور درايف، عندنا هكذا. طب انا عايز مضرب كنترول، حلو قوي، عندنا مضرب البرو ستاف كنترول، عندنا السترايك كنترول، عندنا البليت كنترول. ايه الفرق بينهم؟ دي ديتيلز كلها نتناقش فيها. لو حضرتك حابب تعرفها بتبعت لنا ونتناقش ونقعد نتكلم على قد ما حضرتك يعني تاخد من الوقت براحتك، بس تكون فاهم وعارف ومطمن انت بتشتري ايه فعلا. فده ملخصا. يعني انا كنت حابب اتكلم في الجزئيه دي لان ناس كتير سالت فيها وناس كتير بتتكلم معانا في الحوار ده، ان لا الكوتش قال لي كذا كذا. طيب يا جماعه الكوتش مش تاجر، الكوتش عارف هو من الطول عارف مقاس المضرب هيبقى كام، من الوزن اللاعب او قوه اللاعب نفسه عارف وزن المضرب هيبقى كام، من مقاس الايد او الايد نفسها عارف الجريب هيبقى كام، بس هو ما يعرفش ان الموديل ده فيه الوزن ده والجريب ده، الديتيلز اللي هو قالها ولا لا. فلما نيجي نقول لا طيب في كذا كذا، وقدر الامكان نقرب لكم المضرب مثلا او نقرب لكم الديتيلز، خلاص احنا بنديكم حاجه ثقه، احنا بنديكم حاجه ده القريب، ده اللي موجود في السوق، ده اللي موجود هنا. يعني لو مش موجود عندنا هنقول لا هو مش موجود عندنا، هو متاح بس مش موجود عندنا، مش اللي هو مجرد ان احنا هنبيع فبنديك ديتيلز او بنديك اي حاجه وخلاص.
فزي ما قلت لحضراتكم لو حابين تسالونا اي حاجه او اي حاجه محتاجينها ابعتوا لنا واتساب على طول. بنتكلم، الكير بتاعنا هيتكلم عادي، الناس بتتكلم معاكم لحد ما توصلوا وحتى مش تشتروا من عندنا، لان دي امانه احنا بنحب نأديها. يعني احنا مقتنعين تماما ان احنا لما ندلك على حاجه صح او ندلك على برودكت معين او حاجه، احنا ربنا كده كده هيعوضها لنا. يعني كده كده مثلا حتى لو ما لقيتش حاجتك عندنا، في مثلا حد زميل هيجي ده لا طب ابعت لكذا دول عندهم، او لو ما عندهمش هيدلك. فاحنا كده استفدنا، احنا كده عملنا اسم فيه ثقه اتبنت، ده المهم بالنسبه لنا. فلو محتاجين اي حاجه ابعتوا لنا واتساب او ابعتوا لنا على اي بلاتفورم بتاعتنا.